اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لكم الأجر يا شيعة بقربي محرم، وما هي إلا أيام، وننادي يا حسين يا أبا عبد الله. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، ويا أمير المؤمنين، ويا فاطمة يا سيدتي نساء العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عظم شعائر الله وهي من تقوى القلوب. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبا عبد الله الحسين، وبالأخص نعزي صاحب العصر والزمان الإمام المنتظر عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حلقتنا عن شهر محرم، وهو شهر الحرام، شهر الحسين، شهر العزاء. اليوم أريد نناقش على بعض اللطميات اللي جاي ينزلوها بعض الشباب الحسينيين. صراحة أنا ما أرغب بيهم، يعني أكو بيهم صح أصواتهم حلوة بس شكله مو حلو. يعني أنت لطميتك قضية حسينية بس مسوي لحية هيج، مسوي شعره هيج، ولحية وخطاط وما أعرف شنو وواجب هيج. إذن راحت فكرة الحسين عنك، ظلت ببالك شنو؟ فكرة الشهرة، السمعة، فهذا الشيء خطأ. اكو بعض الفيديو كليبات بالفظاعة التصوير، يعني انا اقول هذا الشيء غير لائق بالحسين عليه السلام. يعني نازل بطن الماء، واصل الماء من هنا واصل الماء ويلطم، او ما تشوفه بس ماي ويطلع فجأة من الماء ويلطم حسين حسين حسين. طبعا واريد اقول لهم عاشت ايديكم واصواتكم حلوه، واني اقول لكم استمروا على هذا الشيء، بس يا حبيبي فكرك خليه فكر حسيني، لا تخليه فكرك فكر شهره. يعني تريد مثلا تصير انت بعدك بسيط وصغير، يعني لا تصير مثل مباشره مثل ملا باسم، هذا شيء كبير. هسه اني بكل فيديوهات بكل اللطميات اللي جاي استمع اللطميات ما احس ان اكو شيء اسمه محرم. ويا خليكم باكم ويا خلي باكم، يعني ما احس اكو شيء محرم، احس اكو شيء اسمه محرم ومجلس عزاء حسيني. ياسين الرميتي، حمزه الزغير، ملا باسم، وبعض الرواديد الحسينيين، هذول الاشخاص اذا استمع لهم احس بانه ما صدق اكو محرم. نسمعكم هاي اللطميه. يا حسين الضي ما يرنا صيحنا بيت آمنا لا صيت قطيع حسن جاهري بني عبد الله يا شمعة وعيوني. وهسه انتم شفتوا هذا الفيديو راح احسسكم بالفرق الكبير بين السابق والحالي، قبل ومال هسه. الفرق الكبير شنو؟ تعال الماي الاطفال تشكي الجمر يا الغالي وانت تشوفنا، يا نار وخيل يا عباس ضلينا واحنا بخوفنا. هالقلوب مثل الجمر يا الغالي وانت تشوفنا، يا نار وخيل يا عباس ضلينا واحنا بخوفنا. نناديك يا ريسكينا الاطفال تمشي فرقتك، يا وصفة طاحت رايته فاتحتك ثقيلة وما لهاش حدود، كلها نار تسود والعزمة تدوب. تحطيم للخط الحسيني، حرب للخط الحسيني. هذه ماكو طرب. تستحيل وادم بمحيطنا يجيب سعد الحلي يغني، ما يقدر، لانه
الامور صارت نكبات متلاحقه ومقابر جماعيه. انتم شايفين ترى اكو بعض فضائيات قافله على الاتجاه، بس لا محاضره دينيه ولا فكر ولا موضوعيه ولا لطميه مال رادود حسين. الشغله الثانيه الاشخاص اللي يطينون، يعني يجيب طين من التربه الحسينيه يترس روحه ترس ويمشي بالمواكب ويدق ولطم بس عندي شغله واحده ماكو كل اشكالها. انت شغلك اوكي، يعني انت مضبوط، انت قضيتك قضيه حسينيه، بس اذا افهم شغله واحده، اذا انت مثلا تريد تروح تكرم للتواليت الطين وين راح يروح؟ وين راح يطيح؟ اكيد راح يطيح التواليت، فهذا شيء خطا، خلي بالك وياي. وعندي فقره ثالثه، اكو اشخاص يصورون مقاطع فيديو داخل المواكب، بس اثناء التصوير تطلع لقطه غير لائقه بالتصوير او غير لائقه بالموقف اساسا. يعني هسه مثلا خش مال تصوير قبل فترة أنا شفت تصوير مال شخص منغولي ودقون بالدمام ويروح يرقص، بس أنا أقول هذا مجنون، بس أقول عيب للشخص اللي صور ونشر على اليوتيوب، هاي فضيحة يعتبر، تفهمون شلون؟ غلط. فأتمنى كل شخص يشوف هذا الفيديو يفتهم الفيديو هذا شنو هو. يعني أنت يا حبيبي دخلت موكب صورت، بس بعدين بالتصوير طلعت لقطه او حركه مو حلوه، يا اخي انت ما مجبور تنشر الفيديو، اقطع الفيديو نشره. مو اكو عين المراقبه على الشيعه بالذات، نقول عين المراقبه، دير بالك يا حبيبي. احنا عراقيين، فاهم شلون؟ ونحب العراق، واحنا ما عندنا تفرقه، بالاساس ما عندنا تفرقه، لا سنه ولا شيعه، كلنا احنا اخوان. بس يا حبيبي خارج العراق اللي يترصدون هذا الشيء، يعني انت لا تتوقع سني عراقي يريد المزينه لك، لا تتوقع هذا الشيء، بس مثلا خارج العراق لا يريد لك هذا الشيء ويحكي عنك وهيك انتم الشيعه وهيك انتم مصر طائفيه، احكي لك بهالسالفه، فانت لا تنشر الفيديو احسن لك. وهاي الفقره اللي يوم 9 من شهر محرم، مشكلة اكو شباب يعني عندهم قضية حج، يعني حجة يسهرون، بس للأسف يسهرون على دومنة، يسهرون على نرجيلة، يسهرون على هاي الأوراق ما أدري ايش. زين، وهسه وصلنا إلى نهاية الفيديو، إن شاء الله عجبتك الحلقة، وإذا ما عجبتك سوي لها ديسلايك، بس إذا عجبتك سوي لها أكيد لايك، لأن أنا أحب اللايك. المهم انطوني تعليق وانطوني اشتراك بالقناة، سبسكرايب، يلا بسرعة. باي باي. علامات الحزن وعيون حور